بعد غيابه سنوات برا مصر. وائل غنيم من أحد محركي ثورة 25 يناير. هو عضو بجمعية 6 أبريل والمدير التقني لجوجل بالشرق الأوسط. حرك الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وكان له دور كبير في اندلاع ثورة 25 يناير. بعد الثورة اتجاهات محدودة ومتغيرة وسريعة التردد من وائل غنيم ضد المجلس العسكري وضد قيادات البلد وضد بعض الحركات الثورية. وائل غنيم بعدها تحرك وسافر وغادر البلاد وعاش في أمريكا. وائل غنيم منذ فترة قريبة تحول شكله من العوامل الزمنية من الشباب إلى قواعد البدنية إلى انخفاض، وبان عليه ملامح الإدمان وملامح الضياع. منذ فترة بدأ تغيير المسار إلى الإشادة بالإنجازات في مصر وإلى ذلك، وده وصل وائل الإبراشي إلى الحنين إلى وائل غنيم إلى الحنين إلى وطنه، وعاد اليوم إلى وطنه ونشر على صفحته على التواصل الاجتماعي زي ما احنا شايفين كده خبر وصوله مصر وعودته في زيارة عائلية لأهله ولبيته. حمد لله على سلامتك يا وائل. نتمنى منك المزيد من الوطنية، وان انت ترجع عن ما اصابك منذ فترة، ويا ريت نشوف حاجة جميلة في صلح جميل وفي ائتلاف جميل، ويا ريت يكون عندنا مزيد من الديمقراطية اللي تخلي الكل يجي ويشتغل ويتحرك. البلد محتاجة الجميع عشان نبدأ نتحرك، إلا أهل الشر والقتلة والإرهابيين. السلام عليكم.